برحب بكم معنا مشاهدينا وحلقة جديدة من ثقافة وإبداع. حلقة اليوم مشاهدينا نخصصها بالكامل للحديث عن مبادرة جوه الدايرة، وهي مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة المصرية متمثلة في المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا المبادرة بتهدف إلى إدماج متحدي الإعاقة، إدماجهم في المجتمع، ومن ثم تحقيق التنمية الثقافية والعدالة الثقافية ومبدأ تكافؤ الفرص. وكل ده بيندرج تحت يعني مشروع الدولة طويل المدى، مشروع التنمية المستدامة 2030. علشان كده بيسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة مشاهدينا الكاتبة المسرحية الأستاذة رشا عبد المنعم، وهي أيضا مشاهدينا مديرة التدريب في المجلس الأعلى للثقافة. أهلا بك يا أستاذة رشا. أهلا بحضرتك. مبروك إطلاق هذه المبادرة الرائعة، أنا سمعت أنها مراحل، وعايزة أعرف بقى يعني عنوان جوه الدايرة عنوان رائع جدا ودال ومعبر، إنه كلنا لازم نبقى جوه الدايرة، زي أغنية صورة كده بتاعت عبد الحليم حافظ، إن كلنا لازم نكون جوه الكادر، كلنا موجودين جوه الدايرة، سواء ناس بين قوسين أصحاء، ما فيش حد صحيح 100%، أو ناس عندها أو من متحدي الإعاقة. الفكرة جات لكم ازاي والتسمية جات لكم ازاي؟ فكرتوا في المبادرة الجميلة دي ازاي؟ هو الحقيقة وزارة الثقافة بتولي الأشخاص ذوي الإعاقة اهتمام كبير في أنشطتها، الدولة كلها الحقيقة. وده جزء من سياسة الدولة ومن رؤية استراتيجية أو من استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة. صحيح. وبرضه توافقا أو استنادا لبرنامج الحكومة. فاستراتيجية وزارة الثقافة من فترة بتولي كمان الكيانات المختصة زي والمسارح ومسرح الشمس، وكان في يوم بالعام زي بالكامل مخصص لمتحدي الإعاقة. زي فرقة مسرح الشمس اللي هي فرقة للأشخاص ذوي الإعاقة تحديدا، ولدمجهم في مجال المسرح والفنون. زي انه في ادارات كتير متعدده وظيفتها تمكين الاشخاص ذوي الاعاقه في الهيئه العامه لاصول الثقافه، زي ان في ادارات مختصه في المركز القومي لثقافه الطفل خاصه برضو بدمج الاطفال ذوي الاعاقه. فكان مهم جدا ان احنا يبقى عندنا برنامج تدريبي بيشتغل على بناء قدرات العاملين بوزاره الثقافه في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. فقررنا أن احنا نتعاون المجلس الأعلى للثقافة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج ثقافي يكون بيهدف لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم وحصولهم على حقوقهم الثقافية بشكل أفضل. الاسم بتاع جوه الدايرة كان ليه علاقة بالتدريب الأولاني. احنا بدأنا التدريب قبل ما نختار التسمية، والتدريب الأولاني كان جزء من محتواه كان رسم توضيحي بيوضح فكرة ازاي انه العلاقات بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبين المجتمع وبين الآخرين ممكن في ثقافات معينة بتبقى علاقة استبعاد، وازاي ممكن نوصل من علاقة استبعاد ومن انه شخص خارج الدائرة أو شخص متقاطع، يعني في دايرتين متقاطعتين، دايرة المجتمع والدايرة بتاعته، إلى إنه يبقى جوه الدايرة. تمام. وعشان كده اخترنا تسمية جوه الدايرة لأنها تسمية دالة جدا على مفهوم الدمج تحديدا. صحيح. فأطلقنا مبادرة جوه الدايرة، واللي هي المفروض يكون فيها فعاليات كتير، على رأسها فعاليات اللي هي التدريبات أو بناء القدرات، بناء قدرات العاملين بوزارة الثقافة اللي بيشتغلوا في الإدارات المختصة بالتخطيط للأنشطة الدامجة. ممتاز. وسمعت كمان ان كان في ورش، يعني بالظبط. يعني كم ورشة مثلا، عدد المتدربين في كل ورشة، تخصص كل ورشة من الورش اللي عملتوها؟ احنا عملنا عدد من التدريبات المهمة، تدريبين تحديدا. التدريب الأولاني كان خاص بالتخطيط وإدارة الأنشطة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتدريب الثاني كان خاص بلغة الإشارة. دي الورش تقصدي بالتدريب الورش؟ بالظبط، الورش اللي اتعملت، الورش التدريبية اللي عملناها. التدريب الأولاني اللي هو التخطيط للأنشطة
الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، كان بيدرب فيه الأستاذة رشا إرنست. ورشا إرنست هي هي من المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه بالظبط طبعا. هي في المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، هي مسؤولة التنمية المستدامة في المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي حاصلة على ماجستير في التنمية المستدامة، وبتشتغل دلوقتي على الدكتوراه بتاعتها، وهي خبيرة في مجال الدمج. وكانت الحقيقة معاها كمان الأستاذ وائل همام اللي هو مسؤول التخطيط والمتابعة في المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. واظن انتوا عملتوا شبه او بالفعل تم توقيع بروتوكول للتعاون ما بين وزاره الثقافه وما بين المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه. هو الحقيقة وده كان المفروض فعلا في يعني حتى نقوله قبل كده انه المبادرة كلها جاءت استنادا للبروتوكول اللي تم بين وزارة الثقافة وبين المجلس القومي للأشخاص ذوي بالظبط، الإعاقة. ده مهم جدا. يعني كانت يعني هذه المبادره من نتاج هذا البروتوكول بالظبط. الذي تم توقيعه. هي تفعيل للبروتوكول دوت في نشاط واضح. وعشان كده سيادة الوزيرة كانت سعيدة جدا بالنشاط ده ودعمته دعم كبير، وشرفتنا في ورشة لغة الإشارة، ووجهت كمان بأنه توسيع المبادرة. ان هي لكن تخرج لاقاليم مصر. لكن ده ممكن نتكلم فيه بعد كده كمان بشكل تفصيلي اكتر. لكن الحقيقه انه التدريب الاولاني اللي هو التخطيط للانشطه الدامجه كان بيتناول محاور كتير، اللي هو ازاي تخطط للنوع ده من الانشطه، اللغه المعززه اللي المفروض يتم استخدامها مع الاشخاص ذوي الاعاقه. تقصدي لغه الاشاره تحديدا لا لضعاف السمع لا والصم؟ اللغه، تعبيراتنا اللغويه في التعامل اجتماعيا مع النسيج الاشخاص اللغوي ذوي. عندما نتحدث مع شخص من متحدي الاعاقه في حاجات كتير قوي احنا بنستخدمها ممكن يبقى فيها تنمر. للاسف الثقافه بتلعب دور كبير، وهنا لازم نقول انه المدارس عليها مسؤوليه كبيره جدا في ده. كمان مش بس في انه ان يبقى في حاجات سلوكيه غلط بتنعكس في اللغه، لا، في تصورات ذهنيه غلط. يعني في صور صورة منطبعة في الأذهان عن أنهم للأسف مثلا معطلون غير عن قادرون. انه محتاج دايما حد يساعده من غير ما هو يطلب. الحقيقه لا، المفروض انه هو اذا طلب انت عشان كده بتساعده. الدولة قالت أنهم قادرون باختلاف أو أصحاب الهمم أو إلى آخره، علشان ما نبقاش يعني بنتعامل فعلا معهم بقدر من يعني نشعرهم أنهم ينقصهم شيء. ودي نقطة كمان تانية اللي هو التسمية بقى اللي بتطلق عليهم. يعني مثلا أنا كتير كنا بنستخدم كذا تعبير زي ذوي الاحتياجات الخاصة، زي ذوي الاحتياجات الخاصة، أو زي تعبير ذوي الهمم اللي طلع مؤخرا في الإمارات. ولكن في التدريب ده مثلا اكتشفنا انه التعبير او المصطلح الحقوقي اللي بيعبر عنهم افضل تعبير هو مصطلح الاشخاص ذوي الاعاقه، وان الاعاقه هنا مش مجسده في الشخص نفسه قد ما مجسده في البيئه المحيطه بيه، والى اي مدى هي بيئه ممكنه ليه. صحيح. وده اللي خدت الدولة، يعني انتبهت الدولة ليه وخصص عام بالكامل لمتحدي الإعاقة. صدر خلال هذا العام قانون للإعاقة وحسن لهم حاجات كتير جدا، وبقى كتير جدا من مبانينا وشوارعنا ومواصلاتنا الآن يعني مهيئة وتصلح علشان يستخدمها متحدي الإعاقة. فظني أن حصلت طفرة في مصر خلال السنوات الماضية بفضل اهتمام الدولة وشخص الرئيس بملف متحدي الإعاقة. التعبير الإدق هو ذوي الإعاقة مش ذوي متحدي الإعاقة، لأنه حتى هم بيقولوا طب يعني قدر الشخص نفسه همته أقل أو مش قادر قدرته يتحدى. على التحدي لظروفه ما تسمحلوش بالتحدي. لا، هي الفكرة إنه في مسؤولية على الدولة. المسؤولية دي تقع في فكرة تمكينهم، صحيح، وتهيئة المناخ العام وبيئة العمل وأصبحت وكل لهم الحاجات. كوتة في العمل أيضا في قانون العمل، أصبحت لهم كوتة. بالظبط، علشان نذلل الإعاقات اللي بتعوقهم عن الوصول. طب قد إيه الوعي المجتمعي مهم؟ التدريب ده مهم، الإعلام مهم، المدارس مهمة، يعني قد إيه
المناخ المجتمعي عشان الصور المنطبعة في الأذهان والتنمر وإلى آخره يختلف، والحقيقة اتحسن عن زمان، ما نقدرش نقول غير ده، لكن عايزين الأفضل، لأن المناخ العام المجتمع نفسه ونظرته ليهم وتعامله معاهم مسألة مهمة من وجهة نظركم؟ طبعا طبعا. الحقيقة الدولة قايمة بدور كبير بأنها يعني تحط على عاتقها أنها إزاي تمكن الأشخاص دي وتصدق قوانين وتعمل لهم يعني أماكن أو كوتا معينة في أماكن العمل، إنه وشاركوا في المباني، مؤتمر الشباب مباني طبعا، كود المباني موضوع مهم. في كتير من المباني دلوقتي بتستخدم الكود المخصص للأشخاص دول، للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، عشان تسهل عليهم دخول الأماكن. كل ما ده هيزيد كل ما صورة الدولة الحضارية بتبقى أفضل. بقى الثقافة المجتمعية طبعا مهمة جدا، وده دور كبير قوي والقانون، وأصبح هنالك أيضا ردع ومواد في القانون بتعاقب أي شخص بيتنمر على ذوي الإعاقة. فالإعلام ليه دور هنا، التعليم ليه دور، الثقافة ليها دور. يعني كل المؤسسات دي لازم تقوم بدورها تجاه تغيير الصورة الذهنية وتغيير تمثلات الصورة دي لفظيا في اللغة. تمام. وتهيئة بقى الأماكن والمجتمع للتعامل مع ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة. فده التدريب الأولاني كان عن تخطيط الأنشطة الدامجة. التدريب الثاني كان عليه إقبال كبير. التدريب الأولاني اتعمل منه تدريبين. تدريب تقصدي بيه ورشة ورشة تدريبية أو تدريب، واتدرب فيه حوالي 43 موظف من العاملين بوزارة الثقافة المختصين في مجال التخطيط أو في مجالات التخطيط أو في اللي هم برضو اختصاصهم استقبال الناس، أو اللي هم في عندهم احتكاك مباشر بالجمهور، علاقات عامة، بتوع الأمن، كل الناس اللي هم عندهم احتكاك مباشر في الجمهور خدوا كمان جزء التدريب ده. التدريب الثاني اللي هو كان لغة الإشارة، الحقيقة كان عليه إقبال كبير جدا من الناس، لدرجة إن احنا حتى يعني من الناس العادية اللي عايزة تتعامل مع بالزبط. ضعاف السمع. بالظبط، من الموظفين الوزارة حتى اللي في إدارات غير مختصة بعمل أنشطة مباشرة كانوا مهتمين إنهم يجوا يتعلموا لغة الإشارة. وعملنا 3 تدريبات في لغة الإشارة. تدريب لغة الإشارة كانت محاوره بتتضمن إيه هي لغة الإشارة، وإيه هي تاريخ لغة الإشارة، وإيه هي بروتوكولات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وكمان تعريف بأيام الأسبوع، بالتعبيرات اللي هي الحروف، الأرقام، الحاجات اللي احنا محتاجينها الأساسية هي طبعا مش لغة الإشارة، هو التدريب في أساسيات لغة الإشارة، لأن لغة الإشارة يتاخد فيها يعني تدريب أطول من كده. وحتى بعض المصطلحات الثقافية اللي احنا ممكن نحتاجها كعاملين في الحقل الثقافي ونستخدمها في ده. تمام، ممتاز. طب اسمح لنا أستاذة رشا ان احنا نخرج بفاصل. مشاهدينا فاصل ونعود. بشغل بالي وطول عمري بعمل للحزن سكيب. اصلا انا استاذ في الدنيا وبنسى في ثانيه وببقى تمام على طول. لو يوم ازعل بثواني اصفى وزعلي مش بيطول. اصلا انا استاذ في الدنيا وبنسى في ثانيه وببقى تمام على طول. لو يوم ازعل بثواني اصفى وزعلي مش بيطول.
ورجعنا لكم مشاهدينا وبنكمل حلقتنا مع الأستاذة رشا عبد المنعم عن مبادرة جوه الدايرة بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية والمجلس القومي للأشخاص من ذوي الإعاقة. أستاذة رشا، المدربين بقى اللي بيدربوا في الورش هم نفسهم اتدربوا على ده؟ عندهم هم يعني مواصفات خاصة؟ يعني بنختار المدربين بناء على إيه؟ هل عندهم منهج أو منهاج ما ماشيين بيه، ولا بشكل تلقائي أو بشكل تفاعلي بيتم هذا التدريب؟ لا، هو طبعا عندهم منهج. هو طبعا الجزء العلمي ده كان اختصاص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. تمام. يعني احنا في التعاون ده احنا كنا مسؤولين عن توفير كل لوجستيات التدريب، عن التواصل مع مؤسسات وزارة الثقافة كلها، وان احنا نصل للفئة المستهدفة. لكن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وده اختصاصهم، كانوا هم المسؤولين عن توفير المدربين وتوفير المادة العلمية. تمام. وخليني اقول ان كمان تحديدا استاذه رشا ارنست رشا بتدرس في كليه اداب في دبلوم التنميه الثقافيه، وهي مختصه في هذا المجال. كلهم خبراء. استاذ وائل همام، استاذه اللي هي الاستاذه فيروز اللي هي مدربه لغه الاشاره، كلهم خبراء في مجالاتهم، وكمان عندهم منهج شغالين عليه ومش اول مره يقدموا التدريبات دي. وكان رد فعل التدريبات الحقيقة إنها نجحت نجاح كبير جدا جدا، وأثرت فعلا في الناس وغيرت مفاهيمهم، وخلت بقى عندهم أدوات ومنهج جديد في التعامل مع مسألة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا في معرض حديثنا تحدثنا عن أنه وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني مشكورة حضرت بنفسها، وده جزء طبعا من المهمات الملقاة على عاتقها وهي ما بتأثرش في ده. حضرت نتاج إحدى الورش، وده بالتأكيد إدى دفعة، يعني أو عايز أعرف ردود أفعال بقى المدربين والمتدربين إلى جانب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة دكتور هشام عزمي، أيضا حضر نتاج هذه الورشة. قد إيه ده كان مهم للمدربين وللمتدربين؟ قد إيه يديكم كلكم دفعة إن إحنا نكمل؟ طبعا كان وجودها محمس لينا كلنا، ولانه كمان اشاره بتقول انه ان اللي احنا بنعمله ده بيعزز جهود الدوله اللي راميه لدمج الاشخاص ذوي الاعاقه ولتحقيق العداله الثقافيه وتكافؤ الفرص وتمكين الفئات الاكثر احتياجا. الحقيقة انه الشغل اللي احنا بنعمله كله في المجلس الأعلى للثقافة، لو ما كانش فيه دعم من ورعاية من وزارة الثقافة ومن الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وكمان كان في وضوح رؤية من رئيس الإدارة المركزية الأستاذ محمد يوسف اللي تبعها إدارة التنظيم والإدارة وإدارة التدريب، والأستاذة رشا الفقي المسؤولة برضو التنظيم والإدارة. الحقيقة إحنا تيم وورك وفريق عمل متكامل بيندرج زي ما قلت في بداية الحلقة في إطار خطة الدولة من أجل التنمية المستدامة 2030. مظبوط. تمام. طيب المبادرة دي يا فندم، يعني سمعنا إن ليها مراحل، خلصنا مرحلة، هنخش في مراحل أخرى كلمينا عنها. وسمعت كمان إن وزارة الثقافة أوصت بالخروج إلى خارج العاصمة، يعني هيكون في تدريب زي ده ورش زي دي، والمبادرة هتوصل أو هتلف في كل أقاليم مصر. الحقيقة دكتورة نيفين فعلا لما حضرت أو زارتنا في لغة الإشارة في أثناء التدريب بتاع لغة الإشارة، وجهت فعلا بأنه المبادرة تتسع أفقيا لمختلف محافظات مصر. لكن كمان احنا كنا عملنا احتفالية لتسليم شهادات الورش بحضور الدكتورة إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. وأثناء الاحتفالية دي المتدربين نفسهم اللي تلقوا التدريبات دي طلبوا إن يحصل أجزاء أكثر تخصصا في التدريبات دي. يعني طلبوا بقى اللي هو كمان ان احنا مش بس هنتسع افقيا، لا احنا هنتسع رأسيا، يعني هنعمل ليفل تاني في التخطيط، ليفل تاني في لغة الإشارة. تمام. طيب قبل ما نختم الحلقة، قد ايه من وجهة نظرك حضرتك بقى باعتبارك مسؤولة التدريب ولك علاقة بهذه المبادرة،
وبشكل حقيقي مش كلام انشا، قد ايه مبادره زي دي وقد ايه ادماج الاشخاص من ذوي الاعاقه وتمكينهم وكل اللي اتكلمنا فيه ده مهم ليهم ومهم لينا احنا كمان كمواطنين بنتعامل معاهم وبيتعاملوا معانا، وقد ايه مهم لبلدنا. الأشخاص دول هم جزء مهم جدا من مواردنا البشرية، واللي لو لم يتم دمجه وتمكينه هتبقى قوة بشرية معطلة. صحيح. وممكن كمان تتحول لشخص مش بس غير فاعل، ممكن شخص مريض نفسيا يتجه بعد الشر للجريمة، يتجه للإدمان، يتجه لهجرة غير شرعية، يتجه لأي حاجة بقى. والحقيقة إن كتير منهم يعني رفعوا اسم مصر في صحيح في البطولات الرياضية، بطولات رياضية على مستوى العالم. كتير والفن منهم المسرح والحفلات القادرون باختلاف، شفنا مواهب الحقيقة في الغناء وفي التمثيل وفي تقديم البرامج التلفزيونية تاريخي أيضا. بقى هنعد مين ولا مين، طه حسين ولا سيد مكاوي ولا مين ولا صحيح. مين ولا مين مظبوط. من اللي غيروا وأثروا في تاريخ الحياة الحركة الثقافية كلها وفينا كلنا، وهم جزء من ثقافتنا. صحيح. وكانوا من ذوي الإعاقة. وفي الحقيقة أكثر من 10 مليون مواطن في مصر من ذوي الإعاقة، وده رقم مش قليل، ده رقم مش قليل. الناس دي هتتعامل معانا وهنتعامل معاهم، لازم كلنا نبقى جوه الدايرة. الدمج ليس ترف أو رفاهية، التمكين مهم عشان تكافؤ الفرص، عشان العدالة، وعشان بلدنا وعشاننا. أنا بشكر شكرا جزيلا الأستاذة رشا عبد المنعم، وبشكر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبشكر وزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة وشخص وزيرة الثقافة والأستاذة نادية أظن المسؤولة عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، دكتورة إيمان كريم، عذرا الدكتورة إيمان كريم، بنوجه لها الشكر والتحية، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وكل من شارك في هذه المبادرة. أنا بشكرك جزيل الشكر يا أستاذة رشا، نورتينا. شكرا. وبإذن الله نتابع مع حضراتكم يعني المراحل المقبلة وخروج هذه المبادرة إلى كافة أقاليم مصر. احنا بس مش مهتمين بالعاصمة، لكن الأطراف أيضا مهمة جدا. بشكرك مرة أخرى، شكرا، نورتينا. وخليكم دايما معنا مشاهدينا على شاشة المصرية في ثقافة وإبداع.